شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية والتأليف الحديث تقدم لكم النهاردة ماكينة لحام أكياس بدواسة قدم مقدمة لكم من شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. مكنة سهلة وبسيطة الاستخدام، بتشتغل بكهرباء البيت العادية 220. حجمها صغير، ممكن نحطها في أي مكان ونبدأ شغل بيه. المكنة بيتوفر منها 3 موديلات زي ما واضح عند حضراتكم. بقدر أحدد الموديل اللي أنا محتاجه على حسب أطول عرض شكارة أو أكبر عرض شكارة أو كيس أنا شغال بيه. عندي ده أكبر موديل، بيكون مسطرة اللحام فيه 65 سنتي زي ما هو واضح على حضراتكم. دي أكبر مسطرة لحام عندنا. طبعا تقدر تلحم لحد عرض 65 سنتي وما أقل من ذلك. بعد كده عندي أصغر مكنة أو أصغر مسطرة لحام بيكون عرضها 35 سنتي، والموديل التاني بيكون عرضه 45 سنتي. طبعا زي ما قلنا احنا بنحدد الموديل المناسب لينا على حسب أطول عرض شكارة أو كيس احنا شغالين بيه. المكنة زي ما قلنا سهلة الاستخدام، متحتاجش عمالة مدربة. طبعا احنا موصلينها على فيشة مشترك عادية، لأن المكنة بتشتغل زي ما قلنا بكهرباء البيت العادية 220 فولت. دي لوحة التحكم الخاصة بالمكنة. عندي هنا زرار اون واوف بيشغل المكنة ويطفيها، وده فيوز للأمان. التايمر ده بظبط منه درجة الحرارة على حسب خامة الكيس أو الشكارة اللي أنا شغال عليها. بعد كده عندي لمبة بيان للكهرباء ولمبة بيان للتسخين، بتنور أول ما ببدأ ألحم بيها. نبدأ نعمل تجربة عملية على كيس بول أمايد شفاف زي ما انتم شايفين. طبعا الكيس ده خامته تقيلة، ده واضح عند حضراتكم. تعبي سكر، هنبدأ نلحمه باستخدام المكنة. نبدأ ندوس على دواسة القلم من تحت زي ما شايفين. طبعا لمبة التسخين نورت وطفت، ده معناه إن الكيس تم لحامه بنجاح. نختبر قوة اللحام زي ما شايفين. طبعا اللحام قوي، مفيش فيه أي تسريب حتى لو قلبنا كيس زي ما شايفين مفيش أي تسريب. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، مقدمة لك من شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. شرح أنا محمد.